ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة النهارده وصفة الانجاز، اتنين في واحد. هنعملها في نص ساعة. هنعمل فراخ مشوية بتتبيلة رهيبة مع شوية محشي، هنعملهم في الفرن هتاكلي صوابعك وراهم. شايفين الجمال؟ الفرخة شكلها خطير زي اللي بتجيبيها مشوية من بره، بس الفرق ان دي احلى واطعم كمان، مستوية كهرمان وطعمها مفيش احلى من كده، واحلى محشي بخلطة رهيبة مش هتبطلي تعمليه. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ على طول. اول حاجه هبدا بيها هي الفرخه. عندي فرخه وزنها كيلو 800، تقدري تستخدمي اي وزن فرخه انت حباه. غسلتها كويس قوي، نقعتها في لتر ميه، عليه معلقتين كبار من الملح، معلقتين كبار من السكر، معلقتين كبار من الدقيق، وعصير ليمونتين، ونقعتهم لمده ساعتين. هاخدها واشطفها واسيبها لما تتصفى كويس قوي، ونرجع علشان نعمل التتبيله الرهيبه اللي هنتبلها بيها. في الكبه او الخلاط هضيف حبايه طماطم مقطعه وبصله مقطعه متوسطه واربع فصوص من الثوم. هضيف عليهم رشه كزبره ناشفه، رشه زعتر، رشه من القرفه، ورشه من الكمون، رشه من الفلفل الاسود، معلقه صغيره مليانه من توابل الشوي، ولو ما فيش يبقى 7 بهارات، معلقه ملح كبيره، معلقتين كبار من الخل. ده الخل علشان بيفتت انسجه الفراخ وبيديها طعم حلو جدا. كمان هضيف 4 معالق من الزيت، معلقه كبيره من الكاتشب او صلصه الطماطم، وهضرب المكونات دي كلها مع بعضها كويس جدا لغايه لما تنعم ويختلط كله مع بعضه. بعد كده هنزل بالتتبيله الخطيره دي على الفرخه بتاعتي. بس الاول هعمل فتحات في الفرخه من تحت الجلد علشان تتشرب التتبيله ويبقى طعمها جميل. هدعك الفرخه بالتتبيله من جوه ومن بره ومن تحت الجلد، وبعد كده هسيبها تتشرب من التتبيله لغايه لما نعمل المحشي. نيجي بقى للمحشي. في الاول عندي 3 بصلات كبار مقطعاهم بايدي بالشكل ده، هاخد منهم 4 معالق كبار وهسيبهم على جنب، وهاخد باقي البصل ونروح على البوتاجاز. في حله على النار نزلت بشويه من الزيت ومعلقه سمنه بلدي او اي نوع سمنه موجود عندك. هسيبهم لما يسخنوا، بعد كده هنزل بالبصله ورشه من الملح، هشوحهم بالشكل دوت لمده دقيقتين. بعد كده هضيف معلقه من هريسه الشطه، لو ما فيش يبقى فلفل مفروم، ومعلقه توم صغيره هشوحهم مع البصله. بعد كده هضيف معلقه كزبره ناشفه، وهقلب لغايه لما اشم ريحه التوم. بعد كده هضيف كيلو الا ربع من عصير الطماطم. انا هعمل كيلو الا ربع من الرز، بعصر قدهم طماطم. هبتدي بقى اضيف التوابل، معلقه صغيره بابريكا، فلفل اسود، كمون، معلقه سكر صغيره مليانه، معلقتين صغيرين مليانين من الملح، ومعلقه كبيره من معجون الطماطم. هقلب وهغطي عليها وهسيبها لما تتسبك. خلاص الصلصه اتسبكت، تعرفي انها اتسبكت لما تلاقي الزيت والسمنه عالمين على الوش بالشكل ده. بعد كده هختبر الملح، لو محتاجه ملح هزود، مش محتاجه خالص. كده خلاص بقت جاهزه معايا، هطفي عليها. نيجي هنا للبصله اللي سبتها، هضيف لها رشه من الفلفل الاسود ورشه بسيطه من الملح، وهضيفها على الرز بتاعنا مغسول ومتصفي كويس جدا. هضيف الخضره شبت وبقدونس وكزبره، وهضيف بعد كده الصلصه ونقلب كويس جدا. وبكده خلاص الخلطه بتاعتنا بقت جاهزه معانا. عندي هنا بقى الصينيه، حطيت فيها شويه من عروق الكرنب، فرشتها كده في ارضيه الصينيه، وحطيت في النص برطمان اللي هحط عليه الفرخه. وعندي ورق الكرنب سلقته في ميه مقربه كده على الغليان، واحط في الميه معلقه سكر، وبنزل بالورق وبسيبه لمده دقيقتين، وبعد كده بقلبه على الناحيه التانيه، بياخد دقيقه واحده، وبعد كده بخرجه وبقطعه بالشكل ده. هبتدي احشي الورق بتاعي بالشكل دوت. لفيه بالطريقه اللي تريحك، المهم انك تضغطي على صباع المحشي علشان الرز ما يخرجش منه. خلاص رصيت المحشي بتاعي. هضيف بقى للبطرمان شويه كده من الميه عشان تثبته، وبعد كده هجيب الفرخه بتاعتنا الجميله وهنحطها على البرطمان بالشكل ده. هثبت الجناح بعود خله بالشكل دوت. وبعد كده هكتف الوراك علشان لما بتستوي ممكن تقع من على الفرخه، لان اول حاجه بتستوي الفرخه هي الوراك. فهثبتها كده، اربطها بالشكل ده. وهغطي بقى المحشي بتاعنا بكام ورقه كرنب كده. وبعد كده هحط معلقه صلصه، هضيف عليها معلقه زيت، رشه ملح، ورشه سكر، وهقلبها كويس قوي. وبعد كده هدهن بيها الفرخه، بتخلي للفرخه لمعه حلوه قوي ولون احمر جميل. وعلى الصلصه الباقيه دي هضيف الشوربه اللي هسقي بيها المحشي، وتكون سخنه جدا. هنزل بيها بالطريقه دي، وتكون الشوربه اقل من المقدار اللي انت متعوده تحطيه على المحشي. يعني الشوربه تكون نص المحشي. اعملي حساب ان الفرخه بتنزل ميه، وكمان المحشي هيطول في الفرن. لو الشوربه وصلت لاخر رصه محشي هيعجن منك. هغطي المحشي بورق فويل علشان اكتم البخار ويستوي كويس. هدخلها في فرن يكون سخن جدا على اعلى درجه، على تاني رف من تحت، وهشغل الفرن من تحت بس، وهسيبها لغايه لما تستوي، تاخد حوالي ساعه ونص. اهي الفرخه اهيت وهي في الفرن على تاني رف من تحت، شايفين اهي تمام. بفضل بقى سايباها على اعلى درجه، اعلى درجه حراره لغايه لما تستوي خالص. بختبر الفرخه بعود خله كده، بنغزها بيها كده في الصدر، لو دخل لجوه خلاص تبقى استوت. وبعدين انت بتشوفيها بتلاقي الورك اساسا بيقع كده لوحده، يعني استوى خلاص. هي الفرخه كلها بتستوي، هي بتاخد مش اقل من ساعه ونص. لما بتستوي تبقى معاكي زي الكهرمان.
خلاص حطينا الفرخه ومحشي كرنب. عندي هنا بقى فاض معايا شويه رز كده، خلطه رز. فقورت كام بتنجانيه على كام كوسايه على كام فلفلايه كده، وقلت بقى ايه احشيهم. خساره بقى الرز ده بقى مش هبيته. تمام. فهنحشيهم بالشكل دوت. عاوزه اقولك بس ان ريحه الفرخه والمحشي رهيبه، قلبت البيت. انا بحشي دلوقتي وريقي جري بصراحه، الريحه مفحفحه بطريقه يعني جميله جدا. تمام. هضيف بقى للمحشي الكوسه الشوربه بتاعتها، والشوربه بتكون اقل من نص الحله. تمام، يعني الربع كده، اكتر من ربع سنه، المهم انها اقل من النص بشويه، لان الفلفل والكوسه والبتنجان بينزلوا ميه. تمام، فمش عايزين نكتر الشوربه عشان يستوي ويفلفل معانا ويبقى جميل. وادي الفرخه الجميله بعد ما طلعت من الفرن، شكلها روعه بجد، لونها تحفه، احلى من اللي بتشتريها من بره. نشيل ورق الفويل. شايفين المحشي وجماله، مفلفل والرز مستوي مش معجن خالص، حاجه كده عسل. ومحشي الكوسه والبتنجان والفلفل كمان استوى، شكله وطعمه رهيب، والله حاجه تفتح النفس. شايفين الوجبه بتاعتنا حاجه يعني كده فوق الوصف، في نص ساعه كان كل حاجه جاهزه معانا. المحشي رهيب والفرخه في منتهى الجمال. شايفين مستويه قد ايه، مش متحمله، وطعمها رهيب. جربوها هتعجبكم. ما تنسوش اللايك حبيبي علشان بيرفع الفيديو، واشوفكم على خير.